ازيكم عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا جدا. انا ندى، اخصائيه من سوري. لو انت اول مره تشوفيني دوسي لايك وسبسكرايب للشانل، ويلا بينا نبدا الفيديو جديد. ولكن استنوا قبل ما نبدا الفيديو، نعمل فولو على انستجرام وعلى تيك توك وعلى فيسبوك. عايزين نكمل 10000 هناك. عنده اي اسئله يسيب لي كومنتات تحت او يبعت لي على الانستجرام، برد على كل الاسئله هناك. ويلا بينا. ازيكم يا ولاد؟ عاملين ايه؟ وحشني والله، اقسم بالله وحشني جدا جدا. وانتوا السبب في الفيديوهات اللي انا بعملها دي. ليه؟ عشان احنا عندنا شقتين. الشقه الاولى اللي انا بصور لكم فيها الفيديوهات دي طلع عيني فيها الفتره اللي فاتت، بحيث ان انا اظبط مكان اعرف اصور لكم فيه في الاوضه واظبط اللوكيشن بتاعها، عشان الكليه كمان هتبدا. فانا طبعا الادوات والخامات بتاعت الكليه بتاخد حوار كبير وبتبوظ لي الاوضه، فاللي هو كنت عايزه اظبط الدنيا. هنا بقى البيت التاني ما كانش فيه ليا مكان فيه ان انا اصور فيه، او ان انا احط حاجه الجامعه فيه. فانا اخترت الاوضه دي ان هي هتكون المكان اللي انا هعمل فيه كل حاجه. ولكن هي كانت مكركبه الكركبه السوداء اللي انتوا شايفينها دي كلها. وطبعا انا كواحده في تربيه طفوله فهو عيب في حقي ان انا ما اعرفش احول الاوضه دي لاوضه تانية اعرف اشتغل فيها. هنا اول حاجه قررت اعملها ان انا هفك الدولاب ده، مش عايزاه. هتقولي طب والهدوم؟ انا عندي دولاب كبير تاني هاخد الهدوم دي هرصها فيه. كان كل همي ان انا افك الدولاب ده عشان يبدا يوسع لي الاوضه، بحيث ان انا اعمل بقى الحيطه اللي ورا دي هي دي اللوكيشن بتاع التصوير. هتشوفوا دلوقتي انا بعد ما فكيت الدولاب جيت على الترابيزه. الترابيزه دي طبعا شفتها في اول فيديو مكركبه وصعبه جدا، عليها كميه كركبه فظيعه. فانا عملت ايه؟ كان عندي حته ورق حائط كده، فانا كان بيبقى معايا سبراي ابيض برش الالوان، برش اي حاجه بيه. فهو ما كانش معايا، وكان في المكان التاني في التربو بتاع الادوات، في التربو بتاع الادوات ما كانش معايا. فانا قررت ان انا اجيب حته ورق الحائط دي، وهي ليها كده بتتلزق على طول، يعني انا بشيل الورقه دي وبعد كده بلزق. قررت ان انا هعمل ايه بقى، هغطي بيها المكتب، اغطي بقى السطح اللي فوق ده، بحيث ان انا لما احط المرايه واحط حاجات بسيطه عليه من اللي انا بستعملها باستعمالات الشخصيه، بحيث ان انا ايه اشيل كل الحاجات اللي كانت عليه دي. الفاضي هرميه واللي ملوش لازمه هشيله كده، بحيث ان هي كمان تغير لي من لون المكتب ويبقى لونه فاتح مع التصوير ومع الاضاءه والحاجات اللي زي دي، هتفرق معايا قوي. هنا انا كنت خلاص كنت بشيله، ولكن هو كان مغلبني شويه يعني، كانش راضي يطلع بسهوله، لان اللزق بتاعه صعب جدا على فكره وحلو جدا يا ولادي. يعني ما بيتلزق بيبقى صعب ان هو يتشال. فدي من الحاجات اللي انا بحبها فيه، لانه بيبقى مريح بقى، مش كل شويه بينتش او كده. لا بالعكس، بيبقى حلو جدا. انا خلاص شلته. لو لاحظتوا هتلاقوا ان المكتب كان عليه بقع، يعني انا خلاص مسحته. وهتلاقوا الحيطه كمان، لو انتوا ركزتوا هتلاقي كمان ان الحيطه هي مبقعه. هبدا انا اعمل ايه بعد ما هلزق ده تمام؟ هيفضل فيه الحرف كده، هقصه. وهبدا انا الزق الجنب التاني من المكتب، بحيث ان هو اكون انا غطيت المكتب كله. الرسمه بتاعته كان شكلها حلو قوي. هي كمان على الطبيعه التصوير ظالمها والله، ده هي على الطبيعه كمان احلى. هنا كنت انا خلاص عملتها، وخدت الجزء اللي فاضل ده عملت بيه الحته بتاعه المكتب اهو زي ما انتم شايفين. هنا اختي بقى قررت ان هي لا لازم تعمل فنانه ومهندسه وناويه تدخل تربيه طفوله طبعا عشان انا فيها. قررت ان هي تعمل ايه بقى، خلاص بتساعدني. وهنا بقى بدانا ايه نشيل بقى البقع اللي على الحيطه دي بالباور. الباور ده فظيع، من غيره في البقع ما بعرفش اسلك بصراحه، وهو اللي بيظبط لي الدنيا كلها اهو. لو انتوا لاحظتوا فرق في الحيطه حاجه تانية، وعشان هي لونها بينك فاللون ظاهر فيها قوي، يعني اي بقعه بسيطه خالص بتبقى باينه ان هي كبيره. هنا كنت انا خلاص ظبطها، شفتوا الفرق اهو، حاجه منتهى الشياكه. الحتت اللي في المرايه دي كانت بقت من ورق الحائط، اسكت ابدا. مسكتها عملت بيها مثلثات، تربيه طفوله بقى. عملت بيها مثلثات فوق وتحت، بحيث ان هي تديني شكل المرايه يبقى واخد من الحته بتاعتها. وعندك هنا احببته لاجئه، وتحته نظريه الفستق. حاجه منتهى العلم والعلماء وفظيعه. انا طبعا بحب الروايات جدا، لما حدش يعرف عن المعلومه دي، انا بحب الروايات جدا جدا جدا. وعندي كتير روايات غير دول، لكن دول اللي انا حطيتهم على المكتب كده. يبقى احنا اول حاجه خلصنا من المكتب. انا بوريهولكم. هندخل بعد كده على الاوضه بقى، تشوفوا الاوضه ايه اللي حصل فيها. طبعا انا خلصت المكتب وشلت الدولاب، وكان فاضل شويه كركبه بسيطه. هنا بقى بعد ما خلصت طبعا خدتكم لقطه كده بس في ثانيه خلاص عشان ما اطولش عليكم الفيديو. هنا كانت بعد ما خلصت خالص وظبطتها ومسحتها وظبطت البلكونه، وحطيت المروحه بحيث ان هي تهولي الاوضه بقى. الكادر اللي انتوا شايفينه ده كله هو هيبقى كادر التصوير. طبعا انا مش هحط معدات تصوير دلوقتي لان كانت في المكان التاني، فانا كنت محتاجه لسه اجيبها، ولسه هشتري ازود عليها شويه حاجات، ولسه هحط التربو بتاع الادوات. فانتوا اقترحوا عليا بقى، يعني احط تربو للادوات ولا اجيب له ترابيزه، ولا يعني اقترحوا عليا كده، قولوا لي مثلا ديكوريشن في دماغكم اي حاجه. هنا كنت حابة أذكركم بالمنظر القديم بس، يعني كنت عايزاكم تاخدوا فكرة إن أنا قد إيه عملت مجهود وتعب، وتشجعوني وتكتبوا لي كلام حلو في الكومنتات عشان بقرأ الكومنتات بتاعتكم كلها.
بجد انا بحبكم جدا، بحبكم جدا، حتى لو ما كناش لسه عيله كبيره، بس بحبكم وعايزاكم تشيروا الفيديو، ويعني بصوا ظبطوني بقى، لايك شير كومنتات حلوه، وعشان بجد انا تعبت، وعشان بجد برضو انا بعمل كل ده عشان خاطر الفيديوهات. يلا باي باي.